السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا المتتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى من الله تكونوا كاملين على خير وبخير إن شاء الله، بصحة جيدة إن شاء الله، بطولة العمر. جيتكم اليوم في الفيديو الأول عدس كيعجبني بزاف. نتمنى منكم تتبعوا الفيديو من الأول حتى الأخير إن شاء الله، باستمر إن شاء الله الفائدة. وديروا خلوا معكم واحد لايك، اكتبوا كومنتير وبارطاجيو الفيديو مع الاحباب والاصدقاء ديالكم باش ان شاء الله تعمل فائده ان شاء الله. اللي مازال ما اشتركش في القناه اشترك باش ان شاء الله يوصلوا كل جديد، وضغطوا على الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. عديس البنات كيعجبني بزاف بزاف. نتمنى منكم تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير باش ان شاء الله تشوفوا الطريقه اللي درت ليه والمكونات اللي ضفت ليه باش ان شاء الله ينجح معكم بالتفصيل وينجح معكم 100%. وكنتمنى منكم تفرجوا في الفيديو، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. فهادو هما المكونات اللي غنحتاجو ان شاء الله للعدس. فهنايا عندي العدس بعد ما نقيته مزيان وغسلته، وعندي هنايا 2 مطيشات محكوكين، عندي هنايا نص كاس صغير ديال الزيت، وعندي هنايا شويه ديال القزبر وشويه ديال المعدنوس، عندي هنايا بصله متوسطه محكوكه في الحكاكه، عندي هنايا معلقه كبيره ديال المطيشه الحك، عندي هنايا 4 فصوص ديال الثومه، عندي هنايا نص معلقه ديال البزار، وعندي هنايا معلقه صغيره ديال الخرقوم، عندي معلقه صغيره ديال التخميره، والملح على حساب الذوق غندوقو تنشوفو الا خاصنا غنزيدوها، وعندي فلفله وحده حمراء اختياريه. فاول حاجه غنضيف العدس، نضيف عليه البصله، المطيشه، ندير القزبر المعدنوس، نضيف هاد الفلفله، ونضيف التوابل، الثومه، فاللي عندها العدس ديالها ما كيطيبش دغيا تخلي الفلفله حتى من بعد تيطيب نص طيبه وتضيف الفلفله. فانا عندي العدس كيطيب دغيا، عارفه زعما كيطيب دغيا، ما ياخذش ليا الوقت بزاف، داكشي علاش ضفت الفلفله من الاول. هنا غنضيف الزيت، بالنسبه للمطيشه هذه غنخليوها حتى من بعد وغنضيفوها، ما غنضيفوهاش دابا. صافي هنا غنضيفو الماء اللي غيطيب لينا هاد العدس، ما نكثرش الماء اكيد كما قلت لكم من الاول، عندي العدس كيطيب دغيا، حيت ما كثرت الماء المقدار اللي يطيب ليا العدس. هنا نحاول نحركها واحد شويه، صافي غنسدو عليها، نسدو على الطنجره ديالها ونخليوها طيب. بين ما طيب ان شاء الله ونضيفو المطيشه نكمل معكم ان شاء الله. صافي البنات هنا بعد ما كنشوفو راه طاب، نهزو هكا كنشوفو كنحسو راه طابت ولات زبده. صافي هنايا غنزيد شويه الزيت البلديه البنات، شويه تقريبا 2 معالق من الفوق، ونزيد البنات هاد الوراق. من بعد غنضيفو هاد المطيشه البنات، مطيشه الحك اللي غير حتى من بعد. وهنا كنحاول نحركها البنات غير بشويه، نحرك ديك المطيشه غير بشويه البنات باش ما يديش ليا العدس ديالي، باش ما يتحلش ما يتعجنش. نحاول نحرك غير واحد شويه بين ما تذوب ليا ديك المطيشه. صافي هنا البنات نشعل عليه البوطه، صافي نشعل عليه البوطه وكنخليوها البنات كيغلي غير واحد شويه، يطبخ غير واحد شويه ماشي بزاف.
بحال هكا واحد شويه صافي، ونطفيو عليه ونخليو فيه شويه د لاصوص. كما كنعرفوا العدس دايا كيشرب، هو دايا كيشرب، الاحسن نخلي فيه شويه د لاصوص حتى بغا نقدمو ان شاء الله ونشاركو معاكم. فكيكون هذا هو الشكل ديالو بعد ما كيطيب. كيجيبني بزاف بزاف بزاف، كيجيبني رائع. نتمنى منكم تجربوه، اكيد غينجح معكم. فكنعتذر على الصوت ديال الوليد في الفيديو ملي كنت كنصور، كان شويه كيدير شويه الازعاج، كنعتذر على الصوت. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. نتمنى من الله يعجبكم الفيديو. ما تنساوش تخليو لي واحد لايك وواحد كومنتير للفيديو اسفل. اللي مازال ما اشتركش في قناتي اشترك باش ان شاء الله يوصلوا كل جديد. السلام عليكم، في الفيديو الجاي ان شاء الله.